طفل يولد معوقا، يولد أعمى، يولد أخرس، يولد بليد، مجنون، متخلف تكوينيا. هذا ليس بتقدير الله، هذا تقدير والديه عليه، هذا تقدير آبائه وأجداده عليه، مو بالضرورة الأب والأم المباشرين، ربما الجد العاشر. أبدا ماكو عبث، أبدا ماكو فوضى في هذا الوجود، كل شيء مترابط. بعض الأعمال الصالحة من الأجداد والآباء تسري في ذرياتهم إلى عشرات الظهور، وبعض الأعمال الطالحة في الآباء والأجداد تسري في أولادهم عشرات الظهور. إذن هذا الذي يولد بهذا، هاي نتائج الأعمال. ليس الله عز وجل هو الذي قدر للمعوق التعويق، آباؤه وأجداده هم الذين اختاروا هذا فوضعه له، قدره له. هذا مقتضى العدل الإلهي. هذا الطفل الذي يولد معوق هو لا ذنب له، شلون يتناسب هذا مع العدل الإلهي؟ الجواب: سيعوضه الله عز وجل عما ابتلاه به، يعطيه تعويضا يدفع عنه هذا الأذى الذي ابتلي به. وفي القيامة سيتواجه البشر مع بعضهم، الأحفاد يتواجهون مع الأجداد، كل من سبب أذى أو ظلما بأولاده وأحفاده سيواجهونه في الآخرة. لا يمكن الفرار من حكومتك. لا يتصور الإنسان في مرحلة شبابه حر طليق، عنده إمكانية وعنده طاقة بدنية، يريد يلعب بكيفه، يلعب بكيفه. الجنايات إذا ما تظهر عليه تظهر على أولاده، وفي الآخرة سيواجهونه بهذا، أنك ظلمتنا، يشكونه إلى ربه.